عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم وأخبار صحتكم؟ الحلقة الثانية من مش فاهمين. الحلقة الأولى نزلت، روح اسمعها. يلا نضب على الحلقة. انتهت على المصيبة الكبرى. من قال ما القمرة يحصل لها خسوف، الناس تقول لك يا لو ما تعدلتش من الصبح هيحصل ايه؟ القمر هتقوم. لا، هي القمر مش هتقوم، هي القمر ليها علامات، مش هتقوم كده خلاص. ايه هو لك الخسوف دي اللي هيحصل؟ القمر والشمس والأرض قاعدوا في مركز واحد، يعني نفس الصورة ديت، هو دي الخسوف. لكن تقول لي القمر هتقوم، لا مش هتقوم. يلا مش فاهمين انتوا. كمان تدعي على تاني حاجة الناس مش فاهماها، انهم الدبانة تقع في الشاي، كوباية الشاي. يعني يقول لك ايه، كب كوباية الشاي خالص. لا، ما هو ما تكبهاش. النبي وصانا قال من يوم ما تقع ذبابة في كوباية الشاي ولا كوي كوباية تعمل ايه؟ تروح غمسها بصبعك، تروح تطلعها ترميها، مش تكب الكوباية فيها فاضي. دبانة لما تقع في كوباية الشاي ندور وحتلقاها، تلقى الحديث دي. وكمان تدعي على كمان لما واحد سنته تتخلع، قال يا روحوا قال له خدها روح ارميها هي في عين الشمس، قول له خذ سن حمار وهات سن غزال. لا، انت مش حمار عشان تقول لها الكلمه دي، هي السنه كده كده هتخدر وحدي. لكن ما تروحش للشمس تقول لي خذ سن حمار وهات سن غزال، وانت سنتك سن حمار. لا، فانتم مش فاهمين. هو ده صح، ما ترميش السنه في عين الشمس وتقول لها خذ سن حمار وهات سن غزال. كمان اتنين لما يكونوا عياقلة، روح واحد قال كلمه وحشه فيه، روح قول له الله يقرفك يا اخي، خلاص قول، ما تقولش كلام معفن على الوقت. هي كلمة الله يقرفك دي يعني ما في ربنا هيقرفش حد، فانت ما تقولهاش احسن لك، ما توقعش نفسك في نصيبه. الله مش هيقرف حد، الله جميل يحب الجمال، يقول لي الله يقرفك، هاي الكلمة دي غلط، هتقولها تاني. لا كمان تعال شوف الأقوى ديت، شوف لك الناس قالت تقول ايه فتح المقص حرام، حرام ليا. وفي ناس كمان تقول لك يجيب الفقر، لا هو مش هيجيب الفقر، هو المقص مفتوح عادي، يعني المشكلة يعني اقفلوا انت، خليه مفتوح. هي فيه كانوا تقول لي عديم الفقر وحرام وكده، لا انت غلطان، يبقى انت مش فاهم. فصل المقص عادي يعني مفيش مشاكل. كده كمان على الشباب لما يكون عياكله، لو كانوا ياكلوا في البيت ولقمة وقعت شيلوها عادي، لكن لو عياكلوا كرنشي وما وقعت كرنشاية ياكلوها يشيلوهاش. طبعا ليه الكلام دي انتوا مش فاهمينه. كرنشاية زي العيش، فانت لو وقعت كرنشاية منك شيلها حطها على جنب. لما يكون واقف كده تسمع واحد يقول لك الزبون دايما على حق، الزبون دايما مش على حق، يعني ممكن يكون الحق مع صاحب الدكان، فانت ما تقولش الزبون دايما على الحق، فانت كده يبقى غلطان. فانت لازم تفهم القصة وتقول يا الزبون على حق ولا مش على حق. ما تقولش الزبون دايما على الحق وانت ما فاهمش. على وكل البصل الابيض، الناس تقول لك عليه مضر، البصل الابيض اللي هو دي مش الاصفر والاحمر، تقول لك عليه مضر. وكل البصل دي احسن من وكل البصل الابيض والاصفر، احسن من الاحمر والاصفر. دي في فوائد اكتر من الصفرة والبيضة. انت دور هتلقى، اسأل جوجل حتى، هتلقى الصفرة هتلقى البيضة احسن. فما تقولش تانية واكل البصل الابيض مضر. طلعت كمان على العيال الصغيرة لما حد يولد جديد، طبعا ايه يروحوا كده بعد 7 8 أيام كده، يروحوا يقولوا دوبوا حجر رفيع يحطوه على قلبه. تقول له ليه؟ يقول لك قال عشان قلبه يبقى قاسي. قلبه قاسي يبقى ايه؟ قلبه هيبقى مش بحط الحجر، هو يحط الحجر على القلب الصغير دي، على العيل الصغير، غلط. انا اشوفوش غير الغلط. كمان تدري على ما عيل يكون محسود، ده اللي يروحوا جايبين يولعوا نار ويجيبوا ملح ويرموا وقالوا يبخوا العيل، يقول لهم ليه كده؟ يقول لك يشيل حسد. شيل حسد مش زي كده يا بني ادمين،
ايش الحسد؟ بتذكر بالحصانة بالصلاة، انك بترمي لي شوية ملح في النار وتقول بخر وتقول لي ايش الحسد؟ انت مش فاهم، ودي غلط. قصة البصلاية، لو ضربت البصلة 3 ضربات حرمت عليها، كلام دي غلط ومش فاهمين. ضربت البصلة 3 ضربات قال خلاص كلهاش تاني. ليه ما كلهاش؟ ارميها احسن ولا كلها احسن؟ لا كلها احسن. اضربها 3، اضربها 4، ما تبي تتكسر اروح وكلها. كنت تقول لي ده 3 ضربات خلاص حرمت عليك، انت مش فاهم، يبقى انت مش فاهم. وتعالى كمان على العلاقة ديتي، لما حد يموت في العيلة قال ايه؟ يقول لك ايه ما تشغلش التلفزيون لمدة سنة. يقول لهم ليه؟ يقول لهم حرام شيء. روح قال لك ايه؟ حرام تشغيل التلفزيون على الميت. لا ما هو مش حرام، هو يعني عيب ماشي، بس دي في وقت الواجب، يعني بعد وقت الواجب دي مش حرام ولا مش عيب. خلاص التلفزيون هو شاشة، لا تقول لي حرام انتي وعيب. ايه العيب؟ تشغيل التلفزيون على الميت عيب؟ مات خلاص، الله يرحم. فاهمة خالص. يعني النطر لما تنطر في الصيف يبقى دي غضب من ربنا؟ دي مش غضب من ربنا، دي عادة نطر هتنطر يعني، ربنا أمرها مثلا. كتار تقول لي غضب من ربنا دي علينا، هتنطر في في الصيف والشتاء. انت لما تنطر في الصيف يقول لي قال غضب من ربنا. غضب من ربنا يا ولد؟ انت مش فاهم يعني نطرة في الصيف نطرة من ضوء من الشمس والبحر والبحار اللي في العالم ده، كان يقول لي غضب من ربنا؟ مش غضب من ربنا. ان شاء الله تكون الحلقة عجبتك، ودوس لايك ودوس اشتراك ورابط الانستغرام قدامك على الشاشة والفيسبوك. سلام.